على الامكانيات، المنتخب السعودي افضل امكانيات من استراليا. ترى استراليا زي ما ذكر ابو سعود اسوأ نسخه لاستراليا من 10 سنوات او 12 سنه في كل التصفيات. استراليا قاعد يعاني حتى مع المنتخبات اللي اقل، وحنا صحيح احنا نعاني في نفس. إخواني أخواتي، أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناتنا وقناتكم إليك الخبر. بسرعة ندخل إلى صلب الموضوع، وهذه المرة غنتكلموا على المنتخب السعودي اللي ما كانش محظوظ، يعني وضيع الفوز اللي كان في المتناول في لقاء صعب جدا بأستراليا، لكن الحظ حال دون تحقيق المنتخب السعودي للفوز اللي كان في امس الحاجه ديالو، وكان خاصو انه يفوز في استراليا باش يعني يضاعف الحظوظ ديالو للتاهل لكاس العالم. لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. المنتخب السعودي ابصم على لقاء قوي جدا، لكن الحظ خانه في اخر لحظات اللقاء بعدما سجل هدفا مرفوضا. يعني كان نقاش كبير حول هذا الهدف. نخليكم تشوفوا خوتاتي الاعلام السعودي كيفاش طرق لهذه المقابله وكيفاش شاف حظوظ المنتخب السعودي للتاهل لمنافسات كاس العالم امام استراليا. خرج الاخضر اليوم بمكتسبات من هذا التعادل، ابرزها 5 مكتسبات. اولا تصحيح المسار وتعزيز حظوظ التاهل المباشر. 2 نقطة ثمينة في تعطيل منافس مباشر على أرضه. 3 ارتفاع وعودة روح اللاعبين المعنوية. 4 تجاوز الغيابات، تأكيد لقيمة المدرب رينارد. وخامسا إثبات اللاعبين عدم تأثرهم باللعب خارج الديار. عماد، احنا عارفين رينارد هذه لعبته الشق النفسي والتأهيل والتحفيز، لكن فنيا يعني مع الغيابات والإصابات المتوقع يكون يا أدوب الفريق يطلع بشكل باهت، ولكن لا يتلقى خسارة. إيش اللي تغير اليوم ويظهر هذا التميز الفني تحديدا؟ لا احنا ما نبغى نختزل، اول شيء نقطة إيجابية، بس ما نبغى نختزل فيها ظلم لرينارد وللاعبين إذا اختزلنا تعادل اليوم بسبب الروح القتالية والشراسة. لا، شغل فني واضح جدا. أنت اليوم منتخبنا لعب بالدفاع المتقدم، طيب هو راح للانسجام، علي البليهي، حسان تنبكتي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، ليه؟ خصص يلعب في الدفاع المتقدم، تسهل عليه تطبيقه في 3-4 حصص تدريبية فياخذ الانسجام. هذا ذكاء كبير جدا. اليوم أشرك فراس البريكان ومروان الصحفي، ليه؟ يبغى يسوي الضغط العالي بشكل كبير جدا في ملعب أستراليا، ويبغى الجناحين يساندون الظهيرين، وهذا ما شاهدناه. اليوم أشرك مثلث شاب في عمق الملعب، صعبة كثير ترى في أستراليا تلعب ناصر الدوسري بمصعب الجوير بفيصل الغامدي، أعتقد ثلاثي قدم أداء عالي وإن كان في بعض الأخطاء، هذا طبيعي جدا في مباراة فيها قوة نفسية، قوة بدنية. فأنا ما راح أختزل تعادل منتخبنا اليوم بالروح القتالية، لا، عمل فني كبير صدقني. في كرة القدم أبدا لا يمكن تختزل الروح القتالية. فكرة رينارد المميزة في إخفاء قوة أستراليا في طرفي الملعب، التعامل الصحيح مع إرهاق اللاعبين بسبب تصعيد مناطق الضغط، غياب الحلول الفردية في منتخبنا الوطني. نتكلم عن 90 دقيقة. رينارد الفكرة الأعظم اليوم في 90 دقيقة، أستراليا يبغى يودي الكرة في طرفين الملعب إلى ماكيغري وهروسيتش. ايش سوى عشان نحن نعرف كيف حمى منتخبنا الوطني من اعظم فكره الكرات العرضيه. اللي سواه بكل بساطه فراس البريكان، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، مروان الصحفي، في مواجهات مباشره مع هذين اللاعبين، 2 لاعبين سعوديين على 1. طيب مدرب استراليا ترى ذكي، وكان يودي ميلر ويودي جوردان. شفت لما يروح هذا اللاعبين يكملون الزياده عشان تصير 2 على 2 يقدروا يمارسوا الكرات العرضيه. ايش اللي سواه؟ فيصل الغامدي ومصعب الجوير كانوا يروحوا لطرف الملعب يساندون، صار في 3 سعوديين على لاعبين استراليين في طرفي الملعب. كلام لا مشكله. ليه؟ 3 عرضيات من لعب مفتوح لمنتخب استراليا طوال المباراه. الشوط الاول 0. تعرف منتخب استراليا لما يوصل الشوط الاول 0 عرضيات من لعب مفتوح، معناته ايش؟ معناته في شغل كبير طوال 90 دقيقه في ملعبه بين جمهوره، 3 عرضيات من لعب مفتوح، معناته في شغل فني كبير جدا. فهذه الفكره اشوفها انا اعظم فكره
اليوم التعامل الصحيح مع ارهاق اللاعبين بسبب تصعيب مناطق الضغط، هو يبغى يسوي الضغط العالي عشان يسوي الدفاع المتقدم، عشان ديوك لاعب بطيء ما راح يتعبه في التحولات، وهذا امر كان جدا ايجابي. مشاركه البليهي وحسان تومبكتي وياسر الشهراني وسعود الحميد تعطي الانسجام، امر جدا ايجابي. شاهدنا الاخطاء قليله، وربما الخطا الوحيد اللي انقذه سعود عبد الحميد بشكل جدا ايجابي. ايش التعامل الصحيح؟ ترى في فتره من الفترات والله المباراه بتروح فنيا، المباراه بتروح، بس هو لما اخرج مصعب الجوير، لما اخرج صالح الشهري، مروان، فيصل، هو ما اخرجهم لسوءهم في الاداء ابدا، اخرجهم تعب كبير جدا. لما رسوا الضغط العالي طول المباراه شيء صعب جدا، وقوه بدنيه عند المنتخب الاسترالي. اذا نشط فكرته اللي هو فكره الضغط العالي، امر جدا ايجابي. اخيرا غياب الحلول الفرديه في منتخبنا الوطني. شوف منتخبنا جماعيا جدا مميز، فراس ما كان يشتغل بدون ياسر، ياسر ما كان يشتغل بدون فراس، مروان ما كان يشتغل بدون سعود، سعود ما كان يشتغل، عارف شغل جماعي. البليهي، حسان تومبكتي ما شاء الله قتاليه عاليه في كل المواجهات، امر جدا ايجابي. كان في شغل جماعي يحسب لرينارد. انت كنت تحتاج في المباراه حل فردي بس. لو كان موجود لاعب عنده حل فردي بالتسديد مثل ما حدث سلطان الغنام، وان كان من كره ثابته الكره الثانيه، ولكن لو كان موجود على الاقل مثل سالم الدوسري اليوم حيخلص لك المباراه لسببين. اول شيء تحتاج لاعب حلول فرديه، جريء في التسديد، جريء في التهديف، جريء في الصناعه، واحد، والضعف الكبير في المنطقه اللي يشتغل فيها سالم الدوسري. اجمالا نقطه ايجابيه لمنتخبنا الوطني خارج الارض امام منافس مباشر. بالتاكيد يعني حتى غياب الحلول الفرديه كان من اهم الفرص اللي كان من المفترض انها تكون هدف، فرصه مروان في اخر الشوط الاول. صحيح. كان اخطا في حله الفردي فيها. ايه قراره. شوف هذا الفرق، مروان مش سالم في قراره، هو سالم في نشاطه، هو سالم يمكن افضل من سالم في تطبيق ادواره ومسانده ظهيره ممكن، لكن القرار قرار منتخب الارجنتين. انت لو الكوره هذيك عند مروان مع منتخب الارجنتين بيتصرف زي ما تصرف سالم. بس هذه التفصيله اللي كان يحتاجها اليوم. تسلل اصلا، وممكن تكون تسلل حتى لو كان مش تسلل، هو وراه على انها مش تسلل، فالمفترض انه يضعها. اذا حتى لو لم تكن تسلل ما راح يتصرف القرار الصحيح مثل سالم الدوسري. طيب خليني اسالك في المواجهه الجايه امام اندونيسيا، وش ينقص المنتخب حتى يطلع بالنقاط الثلاث؟ في فرق لازم نعرف بين استراليا واندونيسيا. انت اليوم ممكن تواجه 7 زي مروان الصحفي في السرعات. منتخب اندونيسيا، منتخب اندونيسيا سريع، احنا نراهن دائما على السرعات ونشاط فراس ومروان، هم عندهم 7. استراليا لا، استراليا منتخب بطيء جدا، يتناقل الكره من قدم لقدم، يودي الكره طرف الملعب، ينتظر كرات ثابته. اندونيسيا مختلف تماما، احرج كل المنتخبات اللي يلعب معها، وان خسر منتخب اندونيسيا فهو يخسر بتفاصيل جدا بسيطه، فلازم نحذر. احنا نبني خلونا ننسى صفحه ماشيني، خلاص ما نذكره، المفروض ما نذكره، نتكلم عن رينارد. خلاص رينارد اليوم نتكلم عنه 90 دقيقه اجاد. نبغى نشوفك يا رينارد في مباراه اندونيسيا. اليوم قدمت جهد عالي، ضغط عالي، ضغط عكسي قوي جدا للاعبين. طيب الاستشفاء كيف حيكون؟ طيب في تغييرات حتكون في مباراه اندونيسيا او لا في مباراه رتمها سريع؟ فانا اراهن باذن الله عز وجل على قراءه رينارد اللي قرا استراليا على ملعب وبين جماهيره، باذن الله قادر على قراءه منتخب. حياكم الله في قناه السعوديه واذاعه جده FM ومنصه شاهد. شكرا لنجوم الأخضر، شكرا لرينارد، شكرا على ما قدم خلال ال4 أيام، وشاهدنا وجه مختلف على الروح. لأن الآثار منشيني ترى تستمر، ما راح تنتهي، في آثار نفسية وفي آثار فنية تكون مستمرة، لكن شكرا على ما قدم على شكل الروح. الهوية الفنية سنتناقش فيها، لكن هوية شخصية المنتخب، روح اللاعبين، القتال، التعاون، الالتحامات، كلها مختلفة. لذلك نحن سعداء بشخصية المنتخب. أما الأداء الفني والنتيجة لا، أنا غير راضي عليها نهائيا غير راضي، لكن سعيد جدا برجال الأخضر في التعامل في هذه المواقف. وموقف كان صعب جدا، كان يحدد إما تكون منافستك المركز الثاني موجودة، أو لا سمح الله في الخسارة أنت برا نهائيا وتدخل في دوامة أخرى. انتهت مباراة استراليا، والهدف إذا أردنا أن يكتمل هي 3 نقاط أندونيسيا، ما عدا ذلك تكون الرحلة كما رحت رجعت. فنيا المنتخب السعودي قادر أن يتفوق عليها ذهابا وإيابا، ولكن الآن احنا في الوضع الحالي نقطة جيدة من استراليا على حسب الظروف اللي يمر فيها المنتخب السعودي. أنا ما بقول والله ظروف تغيير مدرب، لأنك أنت لما جبت هيرفي رينارد كان الهدف الأساسي إنه المدرب يعرف المجموعة فما بيحتاج لوقت. فلذلك أنا أتكلم عن ظروف النقطية اللي إحنا دخلنا فيها هذه المباراة، وضغطنا على أنفسنا من خلال النقط اللي كان ممكن أن نتحصل على
نقاط اكثر من خلال المباريات اللي لعبناها في ارضنا، ونلعب مباراه استراليا باكثر راحه، وتكون نقطه التعادل هذه ايجابيه بشكل كبير. ولكن مع كل الظروف اللي مر فيها المنتخب السعودي نقول نقطه ايجابيه، وما راح تكتمل هذه النقطه الايجابيه الا من خلال 3 نقاط قادمه ان شاء الله من اندونيسيا. طيب سعيد، لكن على الامكانيات المنتخب السعودي افضل امكانيات من استراليا. ترى استراليا زي ما ذكر ابو سعود اسوأ نسخه لاستراليا من 10 سنوات او 12 سنه في كل التصفيات. استراليا قاعد يعاني حتى مع المنتخبات اللي اقل، وحنا صحيح ان احنا نعاني في نفس